السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. قبل ما نتكلم في اي حاجة يا ريت نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هو انا ببشرك دلوقتي بعد الهم والنكد واللي انت كنت فيه ده كله، في انتصار وفرحة كبيرة هترد اعتبارك وكرامتك عن طريق اوراق مهمة جدا، لان في حد اذاك بس الورقة دي هي اللي هتحل المشكلة. في وضع جديد وهتنتصر فيه، في شخص معين ظلمك وشوه سمعتك وغير حياتك بالكامل، بس انت هتديه ضربة قوية جدا هتخليه يلف حوالين نفسه. انت معاك الخير والنصر ونيتك صافية. الشخص ده مش هندع عليه عند الله. الشخص ده اساء ليك وخلى سمعتك مش كويسة، اتكلم عليك كلام مش كويس، خلى سيرتك على كل لسان. نركن ده، بس انت بقى في خير وفرحة وايام جميلة جايالك. عديت بحاجات كتير جدا ممكن تكون دمرتك. في شخص غدر بيك انت ما كنتش متخيل انه يطلع بالمنظر ده، ممكن يبقى شريكك او حد عزيز على قلبك. ان شاء الله حياتك هتتغير، ربنا يجعل لك الخير وهينصرك عليهم. في حد طعنك في قلبك مخليك تعبان جدا. العلاقة فيها طرف ثلاثي من الناحيتين، سواء كان مرتبط او مطلق، المهم في طرف ثلاثي. ابدأ غير من نفسك عشان تطلع انت اللي انتصرت في الاخر. في شخص ظهر على حقيقته، واوضاع كتير بينتهولك على الحقيقة. كمان سواء كان طمعان في المال او في اي حاجة تانية، المهم هو ظهر لك على حقيقته ان هو ما بيحبكش ومش بيحبك لذاتك، لا ده حب مصلحة، لانه قرب منك عشان ياخد مصلحته ويهرب منك بعد كده. هيعمل لك حالة نفسية، بس انت هتقعد مع نفسك وتفكر ازاي هتاخد حقك منه وتنتصر عليه. ربنا بيحبك، لان ربنا لما بيحب حد بيكشف له نوايا الناس اللي حواليه. انت بقى احمد ربنا انه كشفهم لك على حقيقته. نوايا الخير هي اللي دايما بتنتصر، وهي اللي دايما هتكون معاك. حياتك يبقى فيها تغيير، هتنتصر على اللي اذوك وجرحوك. وخلي بالك انت دايما مترصد. خلي بالك في حد معين مش سايبك في حالك، عمال يتجسس عليك، عايزين يعرفوا اخبارك، بيسألوا عنك، بيسألوا الناس اللي حواليك. ناس مسلطين، ناس معينة يتصلوا عليك ويعرفوا اخبارك عشان يوصلوا لحد معين اخبارك. الحد المعين ده بالنسبة للي كانوا مرتبطين وانفصلوا هو الحد المعين اللي بيبعت يعرف اخبارك، واللي هو بيسلط الناس عليك. ليه بقى؟ لانه لما غدر بيك وجرحك ممكن يكون حس بالندم، او معرفش هو رجع ليه. عموما ممكن يكون ندمان ندم كبير على انه غلط في حقك وعلى الاذية اللي سببها لك. لقى نفسه كان غلطان لما استغلك. هو عموما هتلاقي فيه تغييرات وهتسمع خبر حلو. العلاقة العلاقة بقى اللي فيها الشريك او الشخص المعين اللي راجع ولقى نفسه غلطان، العلاقة دي انت اللي كنت صاحبها وانت اللي كنت متمسك. ما تخليش حد يتدخل في حياتك عشان حياتك ما تتدمرش مرة تانية. حاول تشوف انت هتسامحه ولا لا. خلي بالك في حية بتتلون على كل لون، هي دي السبب في التغييرات، او هي دي سبب عموما في تغييرات الشريك، وانه يعرف حد تاني غيرك، وسبب الخداع اللي حصل لك. خلي بالك انت داخل على مرحلة مواجهات، لان الحية دي كلامها كتير جدا وبتاخد من هنا وتحط هنا. في تغييرات بسرعة، هتتحول من فترة كانت مليانة ضغوطات ومشاكل لفترة يعني ممكن تدخل على فترة فيها قرارات مهمة. قراراتك هتبقى سليمة، هتدي لنفسك دافع لتحديد هدفك،
هتتحدى كل الناس اللي حواليك، في طاقة وحيوية ونشاط بعد الكسل والخمول، والأمور اللي كانت مليانة صعوبات وقرارات اللي كنت بتاخدها بسرعة، لا كل ده هينتهي. هيكون عندك طاقة حلوة وطاقتك دي هتديك فرص، ممكن تعمل مشروع خاص بيك، ممكن يكون أساسي وممكن يكون لتحسين المعيشة. عموما هيكون شغل تاني، ولكن بإذن الله هيبقى فيه نجاح. حاول انك تعمل شوية نشاط عشان انت عندك طاقة حلوة. ادرس امورك، ولو في حاجة صعبة حاول تتخطاها عشان ما تأثرش عليك. عندك امضاء ورق او اوراق مهمة هتمضيها على خير بإذن الله تعالى. الاوراق دي لما تخلصها تفرح، يعني في ورقة في ايدك هتنتهي منها وتقول الحمد لله ان خلصتها. في اخبار سعيدة، في انتهاء من امور هامة انت كنت شغال عليها، او حاجة مهمة كنت بتفكر فيها وشايل همها بقالك فترة. انتصار وفرحة كبيرة جدا هترد اعتبارك وهترد كرامتك. انت هتتحول من فترة كانت مليانة ضغوطات ومشاكل لفترة كويسة جدا. انت تدخل على فترة قراراتك فيها هتبقى سليمة جدا. هتدي لنفسك دافع قوي لتحديد هدفك. هتحدد هتخلي كل واحد يقف عند حدوده يعني. هيبقى عندك طاقة وحيوية، نشاط بعد الكسل والخمول. الأمور اللي كانت مليانة صعوبات وقرارات اللي كنت بتاخدها بسرعة، لا كل ده هينتهي. هيكون عندك طاقة حلوة، طاقتك هتديك فرص، ممكن تعمل مشروع خاص بيك، ممكن يكون أساسي، ممكن يكون لتحسين المعيشة. عموما هيكون في شغل تاني، لكن بإذن الله هيبقى في نجاح. حاول انك تعمل شوية نشاط عشان انت عندك طاقة حلوة. حاول بس تدرس أمورك، ولو في حاجة صعبة حاول تتخطاها عشان ما تأثرش عليك. عندك امضاء ورق او اوراق هتخلصها على خير باذن الله تعالى. ما تخليش حد يتدخل في حياتك عشان حياتك ما تتدمرش مرة تانية. شوف انت الاحسن ليك، خلي بالك وابعد عن الناس السلبيين، قلتها كذا مرة ليك. ابعد عنهم، وخصوصا ان هما بيحطموك، هما مش نافعين في حاجة غير ان هما يحطموك. في خير وفرحة وايام جميلة، في انتصار وفرحة كبيرة، هترد اعتبارك وكرامتك. هتنتصر في شخص معين ظلمك وشوه سمعتك وغير حياتك، بس انت تدي ضربة قوية جدا هتخليه يلف حوالين نفسه. انت معاك الخير والنصر، نيتك صافية. الشخص اللي اساء ليك خلى سمعتك مش كويسة، اتكلم عليك مش كويس، ما تعملوش حساب، ما تعملوش اعتبار. خليك انت دايما الاحسن، ما تردش الاساءة بالاساءة، لا ابعد عن. 3 حاجات اساسية هنتكلم عنها هي عودة الشريك، حب جديد، فرصة للارتباط الجديد. خليني اقولك على نقطة مهمة، وهي بتخص المعاملة الغريبة والمتشتتة والمترددة لشريكك وانت مش فاهم اي حاجة. على الاغلب النقاط دي هتتطور، هتتغير، هيبقى في تفاهم واستقرار بشكل كويس وواضح. الحياة العاطفية عندكم دلوقتي هتتغير كتير جدا عن الفترة اللي فاتت. النقطة دي كان لازم اوضحها لك علشان تكون عندك علم بيها. اكتر برج هيكون سعيد معاك لو راجل ثور، دلو، اسد، ولو بنت قوس، سرطان، عقرب، حمل، جدي. هيكون التوافق والانسجام بشكل كبير جدا. تعالوا بقى نتكلم عن باب رجوع العلاقة وعودة شريك الحياة. في سؤال مهم عايزة اسأله، اسأله لنفسك قبل ما تفكر انه يرجع لك. عايزاكم الاول يا جماعة تسألوا نفسكم، هل شريكك بيحبك وهيرجع تاني ليه؟ هو فكر يرجع علشان مش قادر يعيش حياته من غيرك، ولا فكر انه يستقر ويعيش وخلاص؟ السؤال ده بقى رده لو بنت، عايزة اقولك ان الشخص اللي انتي منفصلة عنه من فترة فعليا ما بتروحيش من دماغه ولا تفكيره، وده اكتر سبب مخليكي متعلقة بيه. انتي كده كده متعلقة بيه، بس هيبقى زيادة، بتفكري فيه ليل ونهار، بتتمني ترجعي. العاطفة زادت عندك الفترة دي، والسبب هو انه بيفكر فيكي بشكل كبير جدا. ده اصلا ما بيفكرش في الا فيكي، مفكرش في غيرك ابدا. بالنسبة للمنفصلين في فرصة رجوع بإذن الله لو مرتبطة ببرج من الأبراج دي، الأسد، العذراء، الجوزاء، الحوت، الثور، العقرب، السرطان. هيكون في رجوع وتصالح بنسبة كبيرة، نسبة الحب هترتفع بشكل كبير جدا. طيب نفرض ان انت مش مرتبط ببرج من الأبراج دي، هل انت مفيش فرصة لرجوع العلاقة؟ هيكون في فرصة بس قليلة شوية.
ان شاء الله في مفاجأة كمان، انك هتحصل على مبلغ من المال. المبلغ ده انت هتعمل بيه حاجة انت كان نفسك تعملها من زمان،